شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم عشان نقدم لكم وصفة جديدة وجميلة، والوصفة دي بإذن الله تعالى مذهلة يا بنات، مذهلة فعلا. وصفة للشعر، وصفة لتطويل الشعر بطريقة ما تتخيلهاش، وتكثيف الشعر، وخصوصا الناس اللي عندها تساقط في الشعر، فبترجع الشعر لكثافته وبيزيد بشكل ما تتخيلهوش ابدا. والوصفة دي مجربة. الوصفة دي هي عبارة عن توم. التوم يا بنات طبعا متوفر في اي بيت، وده زيت زيتون، ده زيت زيتون، وده زيت خروع، وان ما توجدش زيت خروع ممكن زيت جوز الهند. الزيوت المرطبة عموما كلها كويسة، لكن الوصفة اساسها التوم. اساس الوصفة التوم، لان التوم مادة فعالة جدا يا بنات. لما بتتحط على فروة الراس بتعمل ايه؟ تنشيط الدورة الدموية، فبتجدد الشعر اللي بيتساقط منك. بصيلات الشعر اللي هي بتموت دي بتخليها تنمو وايه، وتتجدد الخلايا من جديد. ومعاها زيت الزيتون. بتاخدي فصوص التوم، تقطعي فصوص التوم ده، تفصصيه وتقطعيه، وتروحي تغليه في كمية من زيت الزيتون. تغليه في كمية من زيت الزيتون. بعد كده بعد ما تنزليه من على النار بتضيفي له الزيت، زيت الخروع او زيت جوز الهند. بعد كده تروحي واخده الكميه دي تحطيها في جزازه او في برطمان. اول ما تهدى وتفتح الشعر كده، تفردي شعرك وتفتحي بين الفتحات بتاعت الشعر، تدخلي الزيت ده وتدلك الدلك الدلك الدلك. المهم تخلي الفروه بتاعت راسك دي تتغذى وتشرب من الزيت دي تاني. بعد ما تغذي فروه الراس اللي هي اهم حاجه، بعد كده تنزلي على الشعر، لانه بيعالج برضه تقصف الشعر واي شعر تالف او جاف كده فبيعالجه. الوصفه دي يا بنات بتنفع شعر عادي، شعر جاف، شعر دهني، ما منهاش اي ضرر، بتناسب اي نوع من انواع الشعر. تتركيه على شعرك لمده يعني ما تقلش عن ساعتين، لانه كل ما كانت المده على الشعر طويله بتكون النتيجه فعاله. بعد كده بتغسليه بالميه الدافيه والشامبو العادي اللي انت متعوده تستخدميه، وتدهنيه دهانك العادي خالص. تستمروا يا بنات على الوصفه دي مرتين في الاسبوع بفضل الله تعالى. هتبصي بعد شهر هتلاقي نتيجه مذهله في طول الشعر. هتبتدي انت تلاحظي ان فعلا شعرك بدا يطول، بدا الكثافه بتاعته الشعر يتقل، ما يبقاش خفيف، لان بيبقى في ناس يعني بيعمل فراغات في دماغها وكده من كتر تساقط الشعر بتاع الشعر، فالزيت ده بيعمل على انبات الشعر اللي هو بيكون نزل. عموما وصفه سهله يا بنات وبسيطه ومجربه، وان شاء الله تفيدكم. وان عجبتكم الوصفه تابعونا يا بنات على القناه، وما تنسوش دعمكم. احنا في انتظار دعمكم دايما وتعليقاتكم. ما تنسوش اللايك والشير. واستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا شكرا يا رب.